السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم روتين. بس أنا ما ابتديتهوش بصراحة معاكم الأول لأني أنا ما كنتش أصور. آه لأن كان في حاجة حصلت كده ضايقتني. هقول لكم عليها دلوقتي. ف كنت بعمل أكل وأنا بعمل الرز كده، قلت إيه، استهديت بالله كده وقلت إيه، أتشجع معاكم وأصور يعني وكده. وقدر الله ما شاء فعل، وكلها حاجات يعني ان شاء الله ليها حل وكده. بصوا بقى. انا امبارح كنت النور بيقطع عندنا الساعة 2 يعني وكده. فبصوا انا شايلة فيشة البوتاجاز لانه كهربني امبارح. فانا هقول لكم كهربني ازاي يعني وكده. هنا بصوا انا كنت معلقة هنا على الفراخ، وكنت بعمل بسلة. وانا كده بعمل اكل هحكي لكم اللي حصل معايا امبارح. وخلي كل واحدة فينا تاخد بالها يعني من اي حاجة بتحصل وكده. المهم انا بعمل معاكم النهارده رز بشعريه، لان انتوا عارفين من اول ما فتحت القناه ان انا معظم الرز بعمله حبايه وحبايه. فعيالي طلبوا رز بشعريه فعملته لهم انا. يعني جوزي ملوش قد كده رز على شعريه يعني، بس عيالي بيحبوه لما عادي يعني بعمله. هو ما بيقولش حاجه يعني، هو يقول لي اعمل لهم دايما اللي هم نفسهم فيه. فانا لما باجي اعمل الرز هنا ما بحمرش الشعريه قوي، ان انا اديها لون غامق. في ناس بتغمق الشعريه تحس ان هي كمان داخله ان هي يعني محروقه. بس لا، ما بحبهاش كده، بتبقى سودة في الرز كده وما بتعجبنيش. انا بخليها يدوب لونها ذهبي، ولا ان هي فاتحه قوي ولا ان هي غامقه، بخليها لونها حلو كده ذهبي. بتبقى شكلها حلو في الرز وبتبقى طعمها كمان حلو. انا فاكره زمان الشعريه ديت، ماما كانت بتحمرها في زبدة. فكنا وهي بتحمر للرز كده كانت بتاخد لنا شوية كده ونقعد بقى نقرمشهم وهم متحمرين كده، كان بتبقى طعمها حلو قوي. والله حاجات الامهات دي ما بتتنسي ابدا، حاجات اما احنا كنا بنبقى في بيت اهالينا دي. عن نفسي انا بحمر شعريه عادي كل وقت وكل اذان، وما بيهمنيش اصلا ان انا، سبحان الله، ان انا اعمل كده. يعني هي بتبقى ايام الطفوله دي، وايام ما مامتك بالذات بتعمل حاجه، الحاجه بتبقى في ريحه، ريحتها في مناخيرك غير اي حاجه. المهم بقى هحكي لكم اللي حصل معايا امبارح. واحنا بنغسل المواعين كده، المواعين دي كانت مكان فطارنا، مكان رز بلبن، وكان مكان بقى ما كنت مطلعه الفرخه تفكه والرز ما غسلته. يعني ما كانش عندي مواعين بايته امبارح ولا حاجه. آه انا امبارح الكهرباء عندنا بتقطع الساعه 2 لا 3، من 3 ل5. فانا والكهرباء قطعه كده بحب ان انا برضو تنيني انحكش كده حواليا، ما بحبش اقعد ساكته. فالمهم قلت ايه، انا عندي كيلو لبن في التلاجة، هطلعه وهعمل بيه رز بلبن. اي حاجة تنفع للفطار للعيال، في العشاء بالليل قبل ما يناموا بيغلبوني في الاكل. فقلت ايه، حاجة سهلة وخلاص، وكيلو لبن يعني مش هيعمل كتير يعني. فقلت ايه، اتكل على الله واعمله كده. طبعا الكشاف بتاعي بايظ وكنت شغالة على ضوء الموبايل. فالمهم ايه، جيت عملت الرز بلبن وغرفته وغسلت المواعين بتاعته. وانا بعمل الرز بلبن فيه شوية مية من بتوع السليق الرز وقعوا على البوتاجاز. هنا كنت بقطع بطاطس، عشان بحب احط بطاطس في البسلة. يعني انا بحب اعملها كده بكميات متساوية. البسلة قد الجزر قد البطاطس. آه، وانا كنت مسافرة في الاجازة، لقيت ابن اخويا رخر بيحبها كده. بيقول لي يا عمته انا بحبها كده وبحس انها بيبقى لها طعم مختلف. قلت له فعلا والله انا كمان يا احمد بحبها كده، وما بعملهاش غير كده. يعني من ساعة ما دقتها بالبطاطس وانا دلوقتي حتى بتبقى يعني تحس طعمها كده مختلف، وبتبقى كمان فيها قيمة غذائية. ولو كان في كوسة كنت عملت تورلي بقى. بحب ادخل انا كمية خضار كتير كده، بتدي قيمة غذائية عالية يعني وكده. فالمهم بقى نيجي نكمل ايه كلامنا يعني.
بس انا هقول لكم دلوقتي ان انا كنت طلعت الفراخ برضو من الحله، كانت خلاص اتسلقت، وبعمل لها الخلطه دي. ابني استحاله ياكل فراخ الا اذا كانت متحمره بالشكل ده كانها مشويه، يا اما بقى لو انا عند ماما بالصدفه ومش محمراها تحت الشوايه، بتحمرها يعني تحميره الزيت، لازم ياخد الحته اللي بتبقى مقرمشه قوي، هو بيحب كده، لا اما كده ما ياكلهاش. فبحب اعملها له كده بقى عشان ياكلها ويحبها وكده. بجيب كيس صلصة او معلقتين صلصة من عندك اي حاجة، وبتحطي فيهم شوية زيت صغيرين، وشوية معلقة صغيرة كده فلفل اسود، ومعلقة صغيرة ملح مبهر، وتمسكي بقى بالفرشة وتكي تكي كده عليها كلها، وبعد كده تدخلها تحت الشواية بس. اقسم بالله احلى واطعم كمان من المشوية. فالمهم بقى نكمل. فجيت لما وقع شوية بقى مية على البوتاجاز من سلق الرز، رحت جاية ايه غسلة الرز، و غسلة الرز ايه غسلة البوتاجاز ورحت جيت منشفاه زي ما بعمله كل مرة. انا بغسله كده، بحب اغسل الفويل كده من على الوش وانشفه، وتمام التمام، عمره ما كهربني ولا عمره عمل اي حاجة. وجيت بعدها برضو النور قطع، امرت عيش، اللي معرفش يعني ايه امرت عيش، سخنت عيش يعني على البوتاجاز عشان ايه ناكل بيه وكده. كل ده كان نور قاطع. فانا من عادتي ان ما بيبقى حاجه على البوتاجاز وببقى شايفاها بعينيا ما بتريحنيش. فكان في وانا بعمل العيش بسخن العيش ايه زي حبيتين رده كده وحته عيش صغيره وقعت على البوتاجاز. بس انا كده كنت خلصت الاكل. تعالوا بقى كلوا معانا. بصوا ادي الرز شفتوا فاتح وحلو ازاي، وهنا الفراخ متحمره والبسله والشوربه. فالمهم انا قعدت كده ما اعرفش اشوف حاجه واقعه على البوتاجاز واسيبها. ف بصوا هنا جيت روقت معاكم الاوضه. هقول لكم حاجه كده برضو على السريع وهكمل لكم. انا عارفه ان انا كل شويه اجيب لكم من كل فيلم واغنيه، بس معلش عشان افهمكم بس الدنيا عامله ازاي. بصوا هنا انا كنت بروق الاوضه بتاعت الاطفال مكان نومنا يعني وكده. آه كنا اتغدينا يعني وروقتها وكده. بصوا بقى الدفايات اللي انا فرشاها دي، انا كنت الروتين اللي فات كنت فرشه معاكم اللي هي اللبني، انا قلت لكم انا عندي الصفرة واللبني، وعندي الدفايات دي حطاها احتياطي. انا ما بحبش بصراحه افرشها كتير. ليه؟ عندي على المراتب القطن، لما يعني انا عندي اوضه الاطفال التانية مراتبها قطن فبتثبت عليها، انما مراتب السوسة دي يا نهار ابيض ما بتثبتش خالص، وبتبقى هي خفيفه برضو يعني مش زي اللي هي الدفايات اللي هي التقيلة دي، لا هي خفيفة. فكان العيال بيشربوا عصير فوقعوا عصير يعني على الدفاية، فلمتهم بسرعة بسرعة وحطيتهم في الغسالة، وهم نشفوا وانا هطبقهم معاكم دلوقتي. وفرشت دول قلت ايه حاجة مؤقتة عقبال ما ايه ما لان السفرة كنت غسلاها ورحت غسلة على وراهم على طول اللبني. وهنا كنت بقى لميت الهدوم جري بسبب بقى ايه ان لقيت الدنيا عملت زي احنا كنا الظهر، ببص لقيت الدنيا عملت زي ما يكون مغرب، ومرة واحدة الدنيا هتشتي. يا نهار ابيض، قلت لها يا رينات تعالي بسرعة، وبص طلعنا البلكونة من غير سبت ولا طبق ان احنا نلم فيه، بقيت اديها من على البلكونة وهي ترمي على الركنة وتقوموا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. المهم بقى تعالوا اكمل لكم بقية الحكاية. انا بقى زي ما قلت لكم من طبعي لما بلاقي حاجة على البوتاجاز ما برتاحش، فراح اشيلها بايدي، لقيتني اتكهربت. كانت صاحبتي معايا على التليفون. فرحت جايه مصوته كده وبقول لها انا اتكهربت. قالت لي كهربتي ازاي؟ قلت لها والله البوتاجاز كهربني. قالت لي طب ازاي؟ ما يمكن يكون في انت جسمك مثلا في يعني تحسي ان انت اوقات ان انت مثلا لو اتخبطتي ولا كده تحسي ان جسمك زي ما يكون اتكهرب. قلت لها لا والله انا اتكهربت، وما صدقتش نفسي برضو. شوف لدرجه ايه، لاني انا متاكده ان البوتاجاز عندي ما بيكهربش. حطيت ايدي التانية، قلت يمكن ايدي دي فيها كهرباء ولا حاجه. حطيت ايدي التانية، راحت ايدي التانية متكهربه. يا نهار ابيض، خفت ورحت شديت الفيشه بتاع البوتاجاز واتصلت على جوزي. ف اتصل على الراجل بتاع البوتاجاز قال له يمكن يكون في ميه ولا حاجه.
طب ماشي، يعني اشمعنى المرة دي في مية؟ طب ما انا طول عمري بغسل معاكم البوتاجاز وببقى حاطة الفيشة، طول عمري بفكه قطع غيار وبغسله، بغسل حوالين الزراير. يعني لو هيقولي ان في مية جت حوالين الزراير، على فكرة انا كنت بغسل حوالين الزراير والفيشة محطوطة، كنت بغسل البوتاجاز نفسه والفيشة محطوطة، كنت بغسل الفرن والفيشة محطوطة، كنت بغسل كل حتة فيه والفيشة محطوطة. ليه المرة دي كهربني؟ اقسم بالله انا ما عارفه. هو الراجل بيقوله في ميه جت في البوتاجاز، طب ميه جت، انا اصلا غاسله الفويل من على الوش، الميه دي وصلت ازاي؟ دخلت منين عشان خاطر تكهربني؟ انا مش عارفه. ف انا مش فاهمه. بس جوزي جه حط الفيشه النهارده بالليل، يعني انا يعني الروتين ده كنت انا بعمله الصبح، دلوقتي انا بالليل. فانا جوزي من شويه حط الفيشه ولمس البوتاجاز، لا ما بيكهربش. بس انا من خوفي انا شلت الفيشه تاني بصراحه، حاسه ان انا مش هديله امان يعني. انا وقت بس ما احب اشغلك بالفيشه هشغلك انما غير كده انا مش. لا خلاص كده، في حاجه حصلت كده ما بيني وما بينه خلتني اخاف منه. فلا. هنا برضو كانت الكوتشيات اللي انا كنت غسلاها معاكم الروتين اللي قبل اللي فات كانت نشفت، وكنت لميتها هي كمان. وحطيتها بقى في الطبق عشان هرصها في الكومودينو اللي هو بتاع الشوزات النظيفة. انا عاملة كومودينو كده خاص للشوزات النظيفة، غير الجزامة وغير الجزامة اللي بره الشقة خالص. يعني الجزامة اللي جوه دي للشوزات العادية بتبقى ملبوسة بس ايه، يعني ملهاش استهلاك كتير. الشوزات اللي بره خالص دي بقى اللي هي بتبقى على الداخلة والخارجة. اي حد بقى معاه شبشب، مع صندل، مع كوتشي، مع اي حاجة في اللي هي بره دي، بدل ما بيبقوا مكومين قدام باب الشقة كده ويبقوا شكلهم وحش. وهنا بقى كنت برص بقى الدفايات في الدولاب. بصراحة بتجيبهم يمين تحس ان هم يقعوا، تجيبهم شمال تحس ان هم يقعوا. فتنيتني احاول فيهم لحد ما الحمد لله ظبطوا يعني. وحطيت الهدوم في الدواليب وظبطت الدنيا، وكده يعتبر الروتين خلاص خلص. بس احب اوجه نصيحتي لكل حد، خلوا بالكم، خلي بالكم من الحاجات بجد اللي فيها كهرباء وايدكم فيها. ما فيش حد بيسيب حد في حاله يا جماعة، والله العظيم اللي بيحصل لي في حياتي ده كله انا عارفة انها عين في حياتي، وحسبي الله ونعم الوكيل للي باصص في حياتي، عشان انا مش باصة في حياة حد ولا في عيشة حد. فربنا ينتقم منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. حاجات كتير قوي هقولها في حقهم عشان هم يسيبوني في حالي شوية، عشان انا تعبت بجد وجبت اخري. فكده هيكون نهاية الروتين. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكونوا استفدتوا بأي حاجة وبأي معلومة. هستناكم في فيديو جديد إن شاء الله. استنوني في حفظ الله وأمنه، استنوني في فيديو جديد. إلى اللقاء.